السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحبتي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي. مستر جودة معاكم من قناتكم جودة عودة، ويسعدني النهاردة أن أنا أقدم لكم فيديو هام من فيديوهاتنا. فيديو النهاردة أحبتي هو فيديو الصف الثاني الثانوي، خاص بالصف الثاني الثانوي. هو عبارة عن امتحان الترم الأول، امتحان متوقع للترم الأول ومطابق لأحدث مواصفات الامتحانات اللي وصلت لنا للصف الثاني الثانوي. يا رب إن شاء الله الامتحان يعجبكم أحبتي، ولو دي أول زيارة ليكم للقناة سبسكرايب أو اشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس على الأول علشان يوصلكم كل النوتيفيكيشنز بتاعتنا أولا بأول أحبتي. تعالوا مع بعض نبدأ مع أول سؤال عندنا، السؤال نمبر 1. There are new space of business management and marketing methods. يوجد new A of business management. business management معناها إدارة الأعمال and marketing methods وطرق التسويق. خلي بالك methods معناها طرق، methods يعني إيه طرق؟ يبقى يوجد إيه؟ يلا نفكر كده، techniques ولا antics ولا artifacts ولا relics؟ يلا نفكر كده مع بعض. برافو عليكم، سامع حد شاطر بيقول تكنيكس، اللي هي اساليب جديده لاداره الاعمال وطرق التسوق. طيب الانتيكس اللي هي ايه بقى؟ اللي هي الانتيكات، الاشياء القديمه، طبعا اللي هي الانتيكات الاشياء القديمه. ارتيفاكتس اللي هي وممكن تتكتب ARTEFACTS، معناها الادوات التي كانت تستخدم في السابق، الادوات التاريخيه يعني. بعد كده ريلكس، وهي معناها ذخيرة قديمة، ذخائر أو أسلحة قديمة، ريلكس. طيب احنا اخترنا كلمة ايه؟ تكنيكس اللي هي أساليب. The police can really help you in the space of emergency. البوليس يمكن أن يساعدك حقا في، عايز يقول في حالة وجود emergency، طوارئ. يلا نفكر مع بعض كده. structure هو خدناه قبل كده، أيوه، in the event of، يعني في حالة، in the event of، في حالة الطوارئ. Teachers should have space skills to cope with modern requirements، عشان يتأقلموا مع أو يتوافقوا مع اللي هي المتطلبات الحديثة أو متطلبات العصر الحديث. يبقى مطلوب من التيتشرز إن هم should have إيه؟ يجب أن يكون عندهم برافو عليكم sustainable skills، مهارات مستدامة. sustainable هنا معناها مستدامة، من أهم الكلمات اللي وردت في المنهج بتاعنا يا شباب. all the necessary protective space to face infectious diseases must be cared for. كل البروتكتيف ايه بقى؟ ايوه اجراءات الوقائيه. يبقى ايه؟ procedures اللي هي الاجراءات، procedures معناها اجراءات، protective procedures الاجراءات الوقائيه الضروريه علشان نواجه الامراض المعديه. تمام. the government الحكومه takes space old buildings and build new ones for safety reasons. طبعا لاجراءات السلامه. تمام. يبقى عملت ايه الحكومه في المباني القديمه؟ تيكس ايه؟ برافو عليك، تيكس داون. تيكس داون معناها تزيل، تيك داون يعني يزيل او يهدم المباني القديمه. in the old house في المنزل القديم newspapers المجلات او الجرائد and magazines المجلات were space up on the floor، كانت تكوم يعني ايه؟ ممتازين، piled up يعني تكوم، تترص فوق بعضها كده. we feel scared نحن نشعر بالخوف when we hear of a space disease لما بنسمع عن نقط disease like coronavirus أو SARS أو أي مرض آخر etc بمعنى etc يعني إلى آخره. طبعا الحاجة الوحيدة اللي تنفع تيجي مع disease هنا هي communicable disease اللي هو مرض مجتمعي ينتشر أو مرض منتشر. يبقى communicable disease زي الكورونا فيروس هو بنسميه communicable disease يعني مرض مجتمعي أو سريع الانتشار. Number 8. when he didn't attend the meeting عندما لم يحضر الاجتماع it was the space that broke a camel's back، كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. يبقى ايه؟ ممتازين. عندما لم يحضر الاجتماع يبقى straw، سامع حد شاطر بيقول straw that broke a camel's back، هي القشة التي قسمت ظهر البعير. as soon as you said
that she is so fat. بمجرد ما انت قلت لها انها تخينة جدا she got angry اصبحت غاضبة. you space her المفروض اقول you shouldn't have told her بس ما فيش عندي shouldn't have told her هنا. يبقى هستخدم ايه؟ يلا نفكر كده. في عندي حاجتين ممكن ينفعوا، needn't have insulted ولا didn't have to insult. هنختار ايه؟ لم تكن من الواجب عليك ان انت تشتمها. insult يعني يشتم، يبقى you needn't have insulted her. طبعا needn't have ذات صفة ذات الفعل معناها ان لم يكن عليك او الواجب عليك ان انت تقول الحاجة دي او تعملها، ولكنك بالفعل عملتها. طب didn't have to معناها لم يكن يتوجب عليك ان تفعلها ولذلك لم تفعلها. didn't have to زائد المصدر معناها انت ما كنتش مضطر تعملها وعشان كده ما عملتهاش. لكن needn't have زائد صفة ثالث معناها ان انت لم تكن مضطرا ان انت تعملها بس انت للاسف عملتها، اللي هي انه شتم البنت، فبتقول له needn't have insulted لانه هنا في الجملة الاولانية بيعرف ان هو بالفعل شتمها. as soon as you said that she is so fat بمجرد ما قلت لها يبقى هو قال لها بالفعل. there is a shop يوجد محل which sells toilet space such as soap وشامبو near our house بالقرب من منزلنا. في عندنا محل بيبيع، عايز يقول ايه؟ ادوات التويلت اللي هي ادوات الايه؟ الحمام. بنسميها ايه بقى ادوات الحمام؟ ممتازين، articles. يبقى toilet articles اللي هي ادوات الحمام زي الصوب الصابون والشامبو اللي هو الشامبو. she space clinical pharmacology that's her plan. اول ما نلاقي كلمة plan موجودة على طول يبقى انا بتكلم في ايه؟ في الفيوتشر. بس الفيوتشر باستخدام ايه بقى؟ ممتازين. ايوه سامع حد شاطر بيقول باستخدام going to زائد المصدر am او is او are زائد going to زائد المصدر. plan يبقى على طول هستخدم is going to study لان في عندي بلان هنا خطة. طب في حاجة تانية تنفع مكان بلان؟ ممكن برضو نقول ايه؟ intention نية. ممكن نقول ايه؟ decision قرار. الثلاث كلمات دول بلان خطة او بلان يخطط، intention نية او intend ينوي الفيرب منها، وديسيشن قرار او decide يقرر. الست كلمات دول لو لقيناهم موجودين في الجملة يبقى على طول انا بتكلم في المستقبل باستخدام going to زائد المصدر. I suggested that space abroad to complete his studies there. انا اقترح ان هو يلا he will travel he shall travel ought travel he travel. يلا نفكر مع بعض كده. قاعدة suggest برافو بيجي بعدها that ثم ايه؟ ثم فاعل ثم مصدر. برافو عليك، فاعل ثم مصدر. يلا نفكر كده، فاعل ثم مصدر يبقى he travel. دي القاعدة بتاعتنا بتاعت suggest. concentrate ركز and play carefully والعب بحرص your rival اللي هو الخصم بتاعك. space the match he has a great desire هو لديه رغبة قوية. يبقى على طول ايه؟ هنقول ايه؟ your rival برافو عليكم seems to win يبدو عليه ان يفوز، يبدو ان هو هيفوز. تمام؟ seems to win يبدو ان هو هيفوز. طب ما ينفعش سين ليه؟ لان هنا rival هنا مفرد ما بتاخدش سين، تاخد ممكن seems بالاس المضارع. suppose ما تنفعش، محتاجة am او is او are، وما ينفعش اقول يفترض ان هو يفوز بالماتش. means معنى مختلف تماما. means to win يعني يقصد او ينوي او يعني ان هو يفوز، برضو مش هتركب خالص مع المعنى بتاعنا. يبقى seems to win. space up early he will be able to catch the early train to Banha. طيب هنا خلي بالك he will be able في جواب الشرط عندي، يبقى على طول بتكلم في القاعدة الشرطية الأولى. طيب يبقى على طول نختار ايه؟ رقم ايه؟ لا يا باشا رقم ايه غلط، مش هينفع رقم ايه. ليه؟ عشان if he get المفروض اقول if he gets. اوكي؟ يبقى ايه اللي بينفع مكانها؟ بدائل اف في الحالة الأولى. should زائد الفاعل زائد المصدر. should زائد الفاعل زائد المصدر تنفع بديل للحالة الأولى بتاعتنا والحالة الثانية برضو. should he get up early كان هيلحق الايه؟ كان هيقدر ان هو يلحق المشي او يلحق القطار الى بنها، ان هو ممكن يلحق القطار الى بنها. طب where he to دي القاعدة الشرطية الثانية. if he got طبعا القاعدة الشرطية الثانية، عرفنا انها الاولى منين؟ لان جواب الشرط عندي will زائد المصدر. 15 space past inventions we would have lived a primitive life.
حياة بدائية. primitive life يعني معناها حياة بدائية. عايز يقول لولا أو بدون الاختراعات القديمة أو الاكتشافات القديمة ما كنا هنعيش في حياة بدائية. طيب يلا نفكر كده، جواب الشرط عندي ايه؟ برافو عليكم، would have زائد التصريف الثالث من الفعل. يبقى انا بتكلم في القاعده الشرطيه، ها الفيرست ولا السكند ولا الثيرد؟ الثيرد طبعا. تمام الثيرد. تعالوا نفكر كده ايه اللي ينفع مع الثيرد هنا. even if لا ما تجيش خالص في المعنى even if اساسا. past inventions. even though على الرغم من، لا طبعا. if it hadn't been for ولا unless؟ طبعا if it hadn't been for بمعنى لولا بتساوي او بتساوي without past inventions. تمام. يبقى if it hadn't been for دي هي اللي متعلقة بالقاعدة الشرطية الثالثة بمعنى without. unless ما تنفعش طبعا لان unless بيجي بعدها جملة كاملة، ما ينفعش يجي بعدها اسم. تمام. The film أو this film is supported by مدعوم ب معلنين. أكيد مدعوم بالمعلنين هو، لأن جاي بعدها حتى هو الذين. إيه المعلنين هنا؟ كلمة معلنين يعني إيه؟ ممتازين، اللي هي advertisers اللي هم المعلنين. خلي بالكم يا جماعة من الحاجات الصغيرة دي. تمام. يبقى advertiser اللي هو معلن، advertisers معلنين عشان في عندي هو. نقرأ مع بعض القطعة كده ونشوف الأسئلة اللي عليها. I am going to tell you a meaningful story. أنا سأخبرك قصة ذات معنى. Once upon a time ذات مرة two friends were traveling through a forest. كان في صديقين مسافرين عبر الغابة. on foot سيرا على الأقدام. appear اللي هو الدب a wild animal حيوان متوحش. appeared يعني ظهر. out of the blue ده structure كده على بعضه. out of the blue معناها suddenly فجأة، ظهر لهم فجأة. and started to run after them وبدأ يجري وراهم. one of the two friends rushed to the forest. واحد من الأصدقاء جري أو هرب على أحد أشجار الغابة. and climbed وتسلق as fast as he could وتسلق الشجرة بأسرع ما يستطيع. to its top branches حتى أعلى الفروع. branches يعني فروع، اللي هي الفروع الإيه العليا top. his friend threw himself صديقه الثاني رمى نفسه to the ground على الأرض and pretended he was dead وتظاهر بأنه ميت. he stayed very still هو فضل very still. هيسألنا على still دي طالما عملها بالشكل ده. when the bear came عندما وصل الدب close to him قريبا منه he didn't move لم يتحرك. when the bear's nose touches his ear ما تحركش أول ما البيرز nose أنف الدب touched his ear لمست ودانه. then the bear went away والبير بعد كده went away مشي بعيد. he waited for a little انتظر لفترة قليلة and then he called his friend ثم نده على صاحبه who was in the tree اللي كان في الشجرة. it's all right now كله تمام دلوقتي. the bear has gone الدب has gone مشي. you can come down يمكنك أن تنزل. his frightened friend came down slowly أخوه صاحبه الخايف أو المرعوب نزل ببطء. the bear was close to your ear صاحبه اللي هو نزل من على الشجرة بيسأله بيقول له الدب كان قريب من ودنك. he said what did it say قال لك ايه؟ his friend laughed صديقه ضحك and said وقال له it told me أخبرني to look for another friend إن أنا أبحث عن صديق آخر because a friend who runs away لأن الصديق اللي بيجري runs away يهرب بعيدا. when there is danger عندما يكون هناك خطر is not a real friend ليس صديقا حقيقيا. طيب تعالوا نشوف كده الاختيار بتاعنا رقم 17 the underlined word still. كلمة still اللي هي قلت عليها دلوقتي دي means asleep moving without moving awake. يلا برافو عليكم، سامع حد شاطر بيقول without moving. the bear didn't eat the friend who pretended to be dead. البير الدب لم يأكل الصديق اللي تظاهر بأن هو ميت because he was brave لأنه شجاع. he smelled bad لأنه كان بيشم بطريقة وحشة. he was thin لأنه نحيف. it doesn't eat dead creature
لا يأكل المخلوقات الميتة. creature معناها مخلوقات. طبعا الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة. السؤال 19 عندنا appeared. الدب ظهر out of the blue. it means that it appeared. إنه يعني أنه ظهر إيه؟ عايز يقول فجأة. out of the blue معناها فجأة، يبقى suddenly. to come down a tree إنك تنزل من الشجرة means to. دي سهلة دي. descend يعني ينزل. one of the two friends واحد من الأصدقاء climbed the tree when he saw عندما رأى. تمام. appear رأى الدب. we taught from the passage تعلمنا من القصة أو القطعة دي that a friend in. طبعا need is a friend indeed. ده يا جماعة proverb أو مثل مشهور. a friend in need is a friend indeed. الصديق وقت الضيق. which phrasal verb in the passage means escape. أي الأفعال المركبة. phrasal verb معناها فعل مركب، يعني فعل ومعاه حرف جر إضافي أو معاه كلمة تانية إضافية علشان بيؤدي معنى، يعني هما الاتنين مع بعض كده كتلة واحدة بتؤدي معنى. طيب phrasal verb عندنا اللي في القطعة ورد بمعنى escape. طبعا هي ايه؟ run away. وردت في القطعة بمعنى escape يعني يهرب. run away يهرب. A or an not is a place covered with trees مغطى بالأشجار. طبعا هي ايه؟ الفورست أو الغابة. forest هي المغطاة بالأشجار. طبعا كده احنا خلصنا جزء التاب اللي هو عليه 70% من الدرجة. احنا عارفين ان امتحان السنة دي في 70% من الدرجة على أسئلة التاب، وهي أسئلة اختيار من متعدد. أسئلة اختيار من متعدد زي ما انا قلت. في جزء تاني عليه 30% من الدرجة وهو الأسئلة المقالية. هتوضع لوحدها، احتمال تجيبها لكم في ورقة أو يعني تمتحنوها عن طريق امتحانات ورقية. هتبقى عبارة عن 3 أسئلة. سؤال ترجمة من العربي للإنجليزي عليها 3 درجات، وترجمة من الإنجليش قلنا من الإنجليش العربي عكسها عليها 3 درجات، وفي عندي سؤال اسي عليه 6 درجات. يعني الأسئلة اللي هي التاب هتبقى تتراوح من 20 لحاجة و20 سؤال اختياري في التاب. طيب انا جايب لكم بالنسبه للاسئله المقاليه جبت لكم الترجمه من العربي للانجليزي ومن الانجليزي للعربي، لكن بالنسبه للاسي ما جبتهاش لانها بتحتاج فيديو مستقل. ان شاء الله هجيبها لكم فيديو مستقل لانها محتاجه شرح طويل، اسئله الاسي والمقال. طيب نشوف الترجمه بتاعتنا. translate into Arabic ترجم للغه العربيه. دكتور مجدي يعقوب was part of the team of doctors who did the first heart transplant. يلا نفكر كده مع بعض، ناخد الكلمات الصعبة كده. تيم سهلة جدا، كلها كلمات سهلة. هي بس heart transplant اللي هي ايه؟ ايوه، نقل القلب او زراعة القلب. تمام؟ يبقى دكتور مجدي يعقوب. نشوف الترجمة كده. ان دكتور مجدي يعقوب، طبعا ان ما بتنحطش يا جماعة هنا باللغة العربية، احنا بنقولها من عندنا. ان دكتور مجدي يعقوب كان جزءا من فريق الاطباء الذين قاموا باول زراعة للقلب. تمام؟ باول عملية نقل قلب او زراعة للقلب. translate into English عايزين نترجم بقى الجملة اللي عندنا دي للغة الإنجليزية. إنها فكرة جيدة أن نتعاون مع الآخرين لأن العمل الجماعي أفضل بكثير من العمل الفردي. كلها كلمات سهلة. نتعاون، ممتازين. cooperate with others اللي team work العمل الجماعي. better than individual work العمل الفردي. تعالوا نشوف كده الترجمة بتاعتنا. It's a good idea إنها فكرة جيدة to cooperate إن أنت تتعاون with others مع الآخرين because لأن teamwork is much better معناها أفضل بكثير. خلي بالك في مش أفضل بس، ده قال لك أفضل بكثير، يبقى much better than individual one أفضل بكثير من العمل الفردي. individual one دي عايدة على الإيه؟ على الورك، على العمل. بدل ما نقول individual work قلنا individual one. وبكده احباتي نكون خلصنا امتحاننا النهارده. اتمنى ان يكون الامتحان عجبكم. يا ريت لايك للامتحان دعما لنا ودعما للقناه، ولو دي اول زياره ليكم لينا شرفونا بالاشتراك معانا بالقناه. ان شاء الله باذن الله انتظرونا في فيديوهات قادمه هنكون فيها بنشرح الامتحانات. في امتحانات متوقعه من القناه للصف الثاني الثانوي. وبالتوفيق ليكم كلكم احبتي، وحتى القاكم في الفيديو القادم باذن الله. اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.